هل الاكل بالليل بيتخن؟ يعني المشكله في موعد الاكل ولا المشكله الحقيقيه في النهم الليلي؟ بسم الله واهلا بكم متابعيني الغاليين، عاملين ايه واخباركم ايه؟ لو انا اكلت الساعه 7 المغرب، هل نفس الوجبه بنفس السعرات بنفس الكميه بنفس نوعيه الاكل اكلتها بقى الساعه 12 او واحدة، هل ده هيأثر على الحرق عندي او زياده الوزن عندي او لا؟ يعني الجسم هيتعامل معاها بشكل مختلف ولا هيتعامل مع وجبه الساعه 7 زي ما هيتعامل مع وجبه الساعه 12؟ انا ثبتت شرطين، ثبتت كميه الاكل وكميه السعرات ونوعيه الاكل، وبالتالي الجسم هيتعامل معاها معامله واحده، هيحرق دي زي ما هيحرق دي بالظبط. هتيجي تقول لي طب ما بالليل الجسم بيقلل الحرق والحرق بيرتبط بالهرمونات والحاله النفسيه وحاله الراحه، الجسم بيحرق على مدار 24 ساعه، ولكن سرعه الحرق بتختلف على حسب الحاجات اللي انتوا قلتوها دي، الهرمونات، النشاط البدني، على حاله المزاج، الراحه، كل الحاجات دي بتاثر على سرعه الحرق، سرعه الحرق وليس ايقاف الحرق. الحرق ما بيقفش، الحرق 24 ساعه شغال. الجسم ذكي جدا بيتعامل مع عمليه الحرق بانها تكون واحده، ما يقلش بسبب مثلا ان انا نمت زياده النهارده او كنت تعبان النهارده زياده او ريحت او نمت بالليل بعد الوجبه على طول، فلا، الجسم ذكي جدا هيقدر يكاتش اب، هيقدر ان هو يزود الحرق في وقت تاني عشان يحرق اللي انت اكلته بالليل ونمت عليه. امال ايه حكايه بقى زياده الوزن مع اكل الليل دي؟ هنا بنتكلم على نهم الاكل وليس التوقيت بنفسه. نهم الليل بيجي بسبب يوم شاق جدا من العمل، ما اخدتش فيه كفايتي من السعرات الحراريه والطاقه، ما عملتش بلان، خطه صح لتنظيم وجباتي، فباجي بقى وقت الليل خلاص انا تعبان، انا عامل مجهود شاق بدنيا ونفسيا، انا حارق من اعصابي وحارق من مجهودي، فطبيعي ان انا باجي بالليل عايز حاجه تديني طاقه سريعه، فبتجه للسكريات، حاجه تطبطب عليا فبتجه للسعرات البسيطه، الوجبات السريعه، للنقنقه، باكل كميه مكسرات كتيره بالرغم انها مفيده لكن سعراتها عاليه، باكل كميه مشروبات كتيره. ازاي اعالج نهم الليل؟ اول حاجه تنظيم وجباتي، انا عارف ان انا باخد كام وجبه في اليوم واقسمهم على مدار اليوم. تاني حاجه ان انا اثبت الموعد. يا جماعه انا بفطر الساعه 7 بفطر كل يوم الساعه 7، انا بفطر الساعه 9 بفطر كل يوم الساعه 9، انا بتغدى الساعه 4 بتغدى كل يوم الساعه 4، باخد سناكات بين الوجبات الرئيسيه عشان حتى ما ادخلش على الوجبه الثانيه وانا جعان، ممنوع الجفاف على مدار اليوم، بشرب ميه كويس قوي على مدار اليوم. اهم حاجه ان انا ما اعملش صيام متقطع لو انا بعاني من مشاكل في الحرق، لو انا عندي مقاومه انسولين انظم الحرق عندي وبعدين ادخل على الصيام المتقطع عشان اخد فايده الصيام المتقطع واتجنب اي نوع من انواع النهم. اخر نقطه اللي عايزه اقولها لكم، اطلب مساعده وقت ما تحس ان انت محتاج مساعده، اطلب مساعده. ممكن تقرا كتير، ممكن تتعلم، ممكن تطلب المساعده ديت من دكتور التغذيه، ممكن تطلب المساعده دي من صديق، المهم ما تسيبش نفسك، اطلب مساعده. خلاصه الكلام، الاكل بالليل مش بيتخن، نوعيه الاكل وكميته هي اللي بتفرق مش التوقيت. انتم طيبين وبالصحه دايما متهنيين، ونقول سلام.